السلام عليكم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ زي ما شفتوا في العنوان، النهارده هشارك معاكم في لوك تاني يوم العيد. اول ما صحيت بقى ابتديت اعمل روتيني اليومي بتاعي عادي جدا، اغسل بشرتي واسناني واتوضى واصلي والكلام ده. وبالنسبة لفطار النهاردة فهو تقيل جدا، بس دي عادة لازم نعملها في العيد، وهي الرنجة والفسيخ وكده. بس انا مش باكل غير الرنجة، فحطيت رنجة وليمون وبطاطس وعيش، وده بصل بالخل. انا مبحبوش بس ماشي. وده خس، وكمان بصل اخضر وبيبسي. هروح دلوقتي افطر واجيلكم. ممكن الناس تستغرب ان انا هشرب بيبسي. في ناس يعني بتشرب شاي وكده، بس لا، انا مبحبش اشرب شاي، فبحب البيبسي اكتر. فدلوقتي هنزل بقى نخرج شوية وكده، فتعالوا اوريكم انا طلعت اوتفيت ايه. طلعت الاوتفيت ده، طلعت الكروب توب التايجر ده، وعليه الشميز الابيض، بس هو مقلم كده اهو، مقلم كده، والبنطلون الويدلج الاسود. وطلعت بقى الحاجات دي، طلعت البرفيوم بتاع برنسس وبادي سبلاش خمرة. تعالوا نقرب كده للتوك دي التوكة نجمة كده ستار. والاساتيك دي هوريكم انا هعمل تسريحة ايه، ودي هحطها في التسريح كليبس كده. دي الاكسسوارات، طلعت الطقم ده اسورة وخاتم، وطلعت الختمين دول وكمان الاسورة دي، والسلسلة بتاعت حرف الجي، والكريم ده بحطه على ايدي قبل ما انزل عشان تفضل مترطبة. ده كده الاوتفيت. وهحط المونيكير البني ده. بصوا دي درجته، انا بقعد كده احط كذا مونيكير على بعض لحد ما يديني الدرجة دي. يعني اهم حاجة الدرجة، ملناش دعوة بالشكل من بره. شكله من بره مش حلو خالص، بس لا، من جوه الدرجة انا ظبطها بالظبط. خلصت كل حاجة وحطيت لسه المونيكير. ضفري صغير اتكسر عشان كده كنت بعيط. لا بجد والله العظيم انا بزعل جدا لما ضفر من ضفري يتكسر او يتقطم، بزعل جدا. محدش يتريق عليا. فدلوقتي بقى اوريكم الاوتفيت كله. وده كده الفاينل لوك. انا جاهزه ان انزل وهلبس الكوتشي الابيض. دلوقتي هدخل تنت توينت، يلا بينا. بعدها رحت اكلت كشري. اشتريت كتاب. هدخل كتاب ايه؟ بقى حاجه حلوه في العبد. انا قاعده كده عشان هجيب ايس كريم من العبد، بس الدنيا زحمه جدا. كنت هجيب من بلبن، بس كل حاجه خلصت، مفيش غير القشطوطه والكشري. فانا جربت الاتنين، فانا عايزه حاجه جديده، فعشان كده مشيت هجيب من العبد بقى وخلاص. بجد انا فصلت على الاخر. بس انا قاعده فين اصلا؟ فصلت. الفيديو جاعدني جدا، قعدت اتمشى شويه حلوين و تعبت بقى، راح اروح. انا لسه جايه من بره حالا، يا دوبك غيرت بس، فمالكوش دعوه بشعري. هوريكم بقى حبه الحاجات اللي انا اشتريتها. كانت في حبه حاجات ناقصاني، وكمان لقيت عروض وحاجات اسعار حلوه، فقلت اشتري يعني وكده، فاهميني؟ طيب اول حاجه عايزه اوريها لكم. جبت المرايه التحفه دي. اقول لكم فكرتها. الدنيا كانت زحمه جدا، معرفش اصور لكم. قالت لي انها ليها ستاند كده، فقلت مثلا وانا بعمل ميك اب، بعمل اي حاجه، احطها كده. بصوا بجد فكرتها حلوه قوي. كان في منها اشكال كتيره جدا، بس انا حبيت الشكل ده. ودي
لون اللافندر كده فعجبتني. دي اول حاجه. تخيلوا الاسعار بجد، المرايه دي ب20 جنيه بس، فتحفه بجد. طيب اشتريت الشنطه دي، بس انا اختصارا يعني دلوقتي حطيت لكم الحاجه فيها. دي شنطه كده للميك اب، او لو انا خارجه او كده، او رايحه مشوار او هطول او كده، هاخدها واحط فيها حاجتي. نشوف انا جبت ايه. بتدي بالاكسسوارات. الاسعار الاكسسوارات هناك كانت حلوه قوي، فانا اشتريت دي. دي يا جماعه طالعه كده، كانت طالعه ترند قوي. نفرتيتي دي ولا ايه، المهم كانت حلوه قوي وجبتها. كان سعرها تحفه يعني. دي برضو سعرها 20 جنيه. وجبت الحلقان القمر دي برضو ب20 جنيه. بص شوفوا لي الكياتة، شوفوا لي ايه الكياتة في الخواتم دي. انا مش عارفه ده مقاس كام، بس ده مكتوب عليه مقاس 17. ده مقاس 7 بالظبط. اهو كيوت قوي. الفراشة دي كيوت جدا 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 كده ورقيقة، فحبيتها. وحبيت كمان الفراولة دي، كيوتة برضو، هتلاقي على حاجات كتير. وجبت كمان الاسوره دي، ما لقيتش اللي هي المسمار واللي هي بتبقى التوينز مع المسمار، ما لقيتهاش بصراحه، فجبت دي. هي حلوه جدا. بصوا بجد حلوه جدا وعجبتني. انا اصلا يا جماعه رحت بالصدفه، انا معرفش اصلا ان هلاقي فرع تنت 20 في وشي كده اول مره وسط البلد. بس خلاص بقى، يعني مخسرناش حاجه. وجبت بقى حاجات بسيطه للميك اب. روج يا جماعه، مط كده، لبستك يعني. الدرجة دي مش عندي. وكمان الحاجات دي انا بحب احطها في البيت وكده، يعني مش لازم اشتري ميك اب عشان احطه في الشارع وكده. الدرجة دي مش عندي خالص وعجبتني جدا. اشتريت لها يعني حاجة قريبة منها، تكون اغمق شوية. بس بصوا في الحقيقة الدرجتين شبه بعض جدا. ده ليب لاينر من فلامور. هقول لكم السعر دلوقتي. الدرجتين مش شبه بعض قوي يعني، بس بصراحة حبيتهم. ممكن اصلا ما احطهمش على بعض، بس تمام يعني. انا دي عجبتني، ما عنديش ليب لاينر للدرجة دي، وما عنديش روج للدرجة دي. تمام. جبت لهم، انا عندي ليب جلوس، بس جبت لهم الليب جلوس ده كيوت كده. طيب ده ب25 ولا ب20؟ 25 الليبستيك ده، وده ب20. والليب جلوس ده عشان صغنطوط برضو ب20. ده خلصنا الحاجات اللي في الشنطة دي في مكانها. جبت بقى حبة اساسيات برضو زي التوك السودا دي. دي ب10. توك برضو اساسيات عشان بحب الدواجن دي جدا، بتبقى سريعه كده وبتليق على كل حاجه لانها اسود. والدبابيس دي محدش يقول ان انا ما بتضيعش منكم، انا بشتريها كل اسبوع وتضيع كلها. المهم اشتريتها. اوكي. وجبت ايه تاني؟ جبت الكليبسات دي. جبت البتاعه دي مش فاكره اسمها والله، مش عارفه دول اسمهم ايه، بس دول بنعمل بيهم القصه ونربط بيها الشعر. شوفوا برضو تكونوا فاهميني ولا لا. يعني بنلف عليها الشعر ونحطها كده تبقى بنسة باللي بتعمل ويفي. فهي 2 في 1 حرفيا، في منها 2 جايين مع بعض. بكام؟ ب20. البنس دي بكام؟ ب10 جنيه. بصوا لقيت جه وانا ما اشتريتش ايه ضوافر ولا كده، فقلت اشتري الضوافر دي بجد سعرها تحفه ب10 جنيه. 10 جنيه بس. جاي لازق معاها، مش حاطها بصاروخ وكده، حاطها بلزق علشان اشيلها. وانا اصلا دلوقتي المونيكير هشيله، يعني انا بحطه بخرج بيه عادي، بعد كده اشيله بقى علشان الصلاه والكلام ده. وكمان اصلا مبقتش احب احط مونيكير على ايدي علشان بيخلي الضوافر ضعيفة. جبت الضوافر دي، شكلها حلو جدا ومش طويلة قوي. انتوا بتهيألكوا ان هي طويلة، بس بصوا الضوافر، مش عارفة شايفين ولا ايه، مش طويل قوي. اكتر حاجة عجبتني من الضوافر هناك، دي كانت مشترياتي اللي اشتريتها قسما بالله بالصدفة من تنت 20. اليوم بجد كان تحفة. الحمد لله، وكان حلو جدا وانبسطت واشترينا مشتريات وحاجات جميلة. طيب انا قلت لكم انا جبت كتاب وانا ماشية في الشارع اهو، كنت شفته، بس خمنوا ده كتاب ايه في الكومنت، وهفتحه معاكم في فيديو شورت. وهفتح معاكم يعني فيديو شورت. اوكي، خمنوا بقى ده يا ترى كتاب ايه. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم اكتبوا لي تحت في الكومنت. وبحبكم جدا 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 جدا، واستنوا الفيديوهات الجايه، واستنوا فيديو فلوج تالت يوم العيد. بس كده، باي.